أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. امتحان الشهادة الوطنية يبدأ يوم 19 من مارس الجاري. مدرسة ورساي كالو بسوا تقيم أنشطتها. مدراء مؤسسة أزل للأدوية يؤكدون منح الجودة اهتماما أكبر. مقتل جنديين إسرائيليين بحادث دهس في جنين. أستراليا تحذر من هجمات إرهابية في دول آسيان. ومسيرات حاشدة في البرازيل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث بأن امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية لعام 2018 ستجري في الفترة من 19 وحتى 24 من مارس الجاري. وذكر المعهد بأن الامتحانات ستجري في إريتريا بالأقاليم وسوا وفي المملكة العربية السعودية بمدينتي الرياض وجدة، وسيجلس هذا العام 14437 طالب، 50.5% منهم من الطالبات. ويشارك في امتحانات هذا العام 12121 طالب من مدرسة ورساي كالو بسوا، و1745 من المدارس الفنية والزراعية والتجارية والتدريس، فيما يجلس 217 من المدرستين العالميتين بالجاليات الإريترية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، و345 من الجالسين مرة أخرى للامتحان. هذا وقد جلس لامتحان الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية في العام الماضي 13540 طالب، منهم 6937 من الطالبات. قيمت مدرسة ورساي كالو الثانوية بسوا أنشطتها الثانوية في 14 أو أنشطتها الثانوية في 14 و15 من مارس الجاري بحضور مسؤولي فرع التعليم في مختلف أقاليم البلاد وغيرهم من الجهات المعنية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ قليت قرماي في التقرير الذي قدمه بأن المدرسة استقبلت هذا العام أكثر من 12300 طالب وطالبة قدموا من حوالي 100 مدارس ثانوية، مذكرا المدارس إرسال معلومات كافية عن الطلاب وتصحيح أخطائهم. ونشد الأستاذ قليت منح اهتمام أكبر ورعاية عالية للمدارس التي تعاني من نسبة النجاح، وكذلك مساهمة الإناث المتدنية والعمل لتعزيز نتائج المدارس الداخلية، بالإضافة إلى متابعة المدارس نتاج طلابها. وألقى وزير التعليم السيد سمر الرؤسوم كلمة ذكر فيها بأن مساهمة الجهات التنفيذية القادمة من كافة أرجاء البلاد في عملية التقييم يساعد على تصحيح النواقص والقصور والحفاظ على الإيجابيات، موضحا بأن نجاح أنشطة التعليم الجارية في سوا يأتي عبر تنسيق وتكاتف كافة الجهات. من جانبهم قدم المشاركون مقترحات وآراء بناءة، منها الدفع بقوة على تعليم القرآن لما له من أهمية كبيرة، ونشر كتب كافية في المكتبات الأربعة المنتشرة في مدرسة ورساي كالو بسوا، وبما أنه بتنسيق وتكاتف العمل القوي بين مدرسة ورساي كالو ومركز التأهيل المهني مثال جيد يجب على المدارس أن تحذو وتتبع الخطوة النموذجية. صرح مدراء الأقسام التنفيذيين في مؤسسة أزل للأدوية لوكالة الأنباء الإريترية بأن ضمان الجودة يمنح أهمية كبيرة. إليكم المزيد في سياق التقرير التالي. أن
مراقبة وتأمين الجودة تعزز أكثر مؤسسة إنتاج الأدوية رغم أهميتها في كافة المؤسسات، مشيرين إلى أنه يتطلب إدارة جيدة وتحمل المسؤولية ومنح اهتمام أكبر باعتباره يرتبط بالصحة العامة. وذكر مسؤول مراقبة وتأمين الجودة الشاب يوناس مدين بأن عملية الإنتاج تجري بتوخي الحذر وكفاءة وجودة عالية للعمال والآلات، بداية من متطلبات المواد الخام وحتى إنتاج الأدوية وتغليفها. وإضافة إلى ذلك تقوم جهات المراقبة للمتابعة لوزارة الصحة بالفحص والتأكد عنه. وأوضح مسؤول الموارد البشرية في المؤسسة سيد جبر مدهن أدحنم بأن المؤسسة عملت خلال 14 عاما بالتركيز على القوى البشرية وقد حققت نتائج مرضية في ذلك، مشيرا إلى كفاءة القوة البشرية العاملة في المؤسسة وفعالياتها. وتنتج مؤسسة أزر لإنتاج الأدوية سنويا حوالي 200 مليون من الحبوب و50 مليون من الكباسيل و1.5 مليون من الأدوية السائلة وشراب محلول الجفاف للأطفال. وأشار عمال المصنع إن إقامة روضة أطفال في المصنع مكن الأمهات من مواصلة الإنتاجية. ويوفر مصنع أزل للأدوية الكائن في مدينة كانون 40% من احتياجات البلاد من الدواء. وصلت نسبة النجاح إلى المرحلة الثانوية في مديرية ماي ميني ل 92% بفضل الجهود التعليمية المبذولة. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جبر مدهن في الاجتماع الذي عقد لتقييم العملية التعليمية إن نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية بلغت 84% وفي المرحلة المتوسطة 76% وفي المرحلة الثانوية 92%، داعيا أولياء الأمور والمعلمين لتعزيز الجهود للارتقاء بهذه النسب. وأشار الاجتماع إلى أن السبب الرئيسي لرسوب الطلاب الاهتمام المتدني للطلاب وعدم متابعة أولياء الأمور، مطالبا القيام بحملة تعبئة في أوساط الشعب والطلاب لحل الإشكالية. في غضون ذلك عقد اجتماع تقييمي للتعليم في مديرية عصب. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ تسفى محرت عند برهان في التقرير الذي قدمه عن تحقيق ارتفاع نسبي في نتائج النصف الأول من العام الدراسي الحالي مقارنة مع العام الدراسي السابق، وانخفاض المقاطعة عن التعليم بنسبة 6.4%. وطالب الاجتماع للدفع بالمنافسات بين المدارس والاهتمام بصيانة المدارس. وفي دبروة عقد اجتماع شاركت فيه لجنة الآباء والمعلمين والمشرفين التربويين وجهات أخرى. وشدد مدير مدرسة بحر النقاش الابتدائية الأستاذ كبروم تكيئة على أهمية دور أولياء الأمور في تقوية العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. يقوم سكان ماريت بمديرية النقفة بأنشطة نفير منذ منتصف شهر يناير الماضي لبناء حفير وصيانة الطرق. وأوضح السكان عن عملهم لضمان المياه والمواصلات والاستفادة من موارد محيطهم، مستفيدين من الدعم الحكومي لحل مصاعبهم حسب الأولويات. وقال مدير المديرية السيد علي محمد عبد الله عن نجاح المهام التي نفذت من قبل بالنفير، وينشطون لإكمال بناء الحفير وصيانة الطرق قبل حلول موسم الأمطار. أفادت مراسلة وكالة إيرينا إلى القيام بأعمال إرساء مشروع مياه لحل نقص مياه مدينة نقفة بتعاون إدارة المديرية والسكان وعمال المؤسسات الحكومية. يشمل مشروع المياه حفر بئر ومد أنابيب المياه وبناء نقاط للتوزيع. أوضح مسؤول مكتب الصحة في مديرية تسنية سيد فوتسو مدرس عن مواصلة جهود مراقبة المواد الاستهلاكية عامة والأغذية المعلبة خاصة ونظافة المرافق الخدمية. وذكر عن منحهم الاهتمام الكبير للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومعاقبة المتاجر التي تبيعها وتدمير المواد أمام الجهات المختصة. وقال إن المواد الاستهلاكية تشمل البسكويت والألبان والمعكرونة والفول المطحون والعصائر والمشروبات الغازية، مشيرا إلى معاقبة حوالي 180 تاجر بمبلغ 20,000 نقفة لضبط مواد استهلاكية منتهية الصلاحية في العام الماضي.
كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شخصين قتلا وأصيب 3 آخرون في حادث دهس بسيارة في الضفة الغربية المحتلة يشتبه بأنه من تنفيذ فلسطيني. وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي في وقت سابق إلى حادث دهس قرب مستوطنة ريحان إلى الغرب من مدينة جنين الفلسطينية. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 4 أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المدمع خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين في مسيرات شعبية خرجت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وخرجت هذه المسيرات استجابة لدعوة وجهتها الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. حذرت أستراليا دول جنوب شرق آسيا ودعتها إلى الرد بشكل موحد على تطبيقات بريد إلكتروني لتستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية. وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إن استخدام الشبكة الإلكترونية السوداء من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باضطراد. وكان الوزير يتحدث في افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان في سيدني تستمر يومين. من المتوقع أن يتم للمرة الأولى إقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالأمن المعلوماتي وموارد الشرطة في أنحاء المنطقة. وتساعد كامبيرا دول جنوب شرق آسيا ضمن جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف. نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مسيرات حاشدة في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو ومدن أخرى في أنحاء البلاد في أعقاب مقتل السياسية البارزة ماريل فرانكو. وكانت ماريل فرانكو عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو، وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة. ووصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مقتلها بأنه اعتداء على الديمقراطية وحكم القانون. وقال وزير الأمن العام راؤول جونغمان إن الحكومة الفيدرالية ستستخدم كل إمكانياتها من أجل الكشف عن هوية القتلة. عرض أحد صناع الشوكولاتة في مدينة أوبيداس شمال العاصمة البرتقالية لشبونة أغلى قطعة شوكولاتة في العالم ضمن معرض للشوكولاتة يقام في المدينة. ويزيد ثمن القطعة المغطاة بالذهب الصالح للأكل عن أكثر من 7700 يورو، وهي محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا ورقائق من الذهب. ووضعت القطعة وهي واحدة من مجموعة من 1000 قطعة شوكولاتة تحت حراسة رجلي أمن. وقال صانع الشوكولاتة البرتقالي دانييل غوميز إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة جينز للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم. ووضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مصنوع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروسفسكي. أيضا فاصل أخير مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فكونوا معنا. في الأنباء أو في النبأ الرياضي الأخير، فرضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الإيطالي في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة. وأفرزت مواجهة إنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول فيما يصطدم برشلونة الإسباني مع روما الإيطالي. وتبدو مهمة بايرن ميونخ الألماني سهلة ضد إشبيليا الإسباني. وكانت القرعة التي سحبها الهداف الأوكراني السابق
فريق أندريه مفتوحة على مصراعيها خلافا للدور ثمن النهائي، عندما جنبت المواجهة بين فرق من بلد واحد أو كانت في مجموعة واحدة في الدور الأول. وستكون مواجهة مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين الوحيدة لفريقين من دولة واحدة. وللمرة الأولى أوروبيا سيتواجه بايرن ميونخ مع إشبيليا الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء مانشستر يونايتد الإنجليزي. هذا وأوقعت قرعة الدوري الأوروبي التي جرى سحبها الجمعة أيضا مباريات قوية، إذ يتقابل فريق تيسيسكا موسكو الروسي مع أرسنال الإنجليزي، بينما يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتقالي، ولايزبيك الألماني مع مارسيليا الفرنسي، ولاتسيو الإيطالي مع ريد بول النمساوي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.